النهارده ان شاء الله هعمل معاكم غدا سهل وسريع وخفيف في نفس الوقت ومفيش فيه اي افتكاسه خالص. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه معايا كده حله على النار فيها شويه صغيرين من الزيت، ومعايا لحمه مقطعاها كده قطع. نزلت باللحمه وحطيت عليها فصين من المستكه وحطيت حبهان، وهحط بصلايه وهحط ورق لورا، وهدي للحمه كده تشويحه. لما بتدي للحمه كده تشويحه الطعم بيفرق معاكي. بتختلف طبعا لما بتغلي الميه وبتحطي فيها اللحمه، لا كده افضل، بتبقى الشوربه بتاعتك طعمها حلو. حطيت فلفل اسمر وشوحت اللحمه كويس، وبعدين نزلت عليها بميه مغليه، تكون الميه بتاعتك مغليه. وبعد كده هديت عليها النار وهسيب اللحمه تستوي. جبت هنا صينيه حطيت فيها برده شويه صغيرين من الزيت، وقطعت بصلتين جوانح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده معايا فصين من الثوم، حطيت الثوم مع البصل وهديله تشويحه، وبعد كده هنزل عليه بمعلقتين من صلصه الطماطم اللي هي معجون الصلصه. هقلب الصلصه كده كويس عشان نطلع الماده الحافظه اللي فيها، وهنروح عصرين طماطم وننزل بعصير الطماطم. وكده خلاص الصلصه جهزت معانا. هحط كمون وفلفل اسمر وملح، وبعد كده هنزل بالبطاطس، بطاطس مقطعاها كده دواير. وبعد كده نزلت بقرنين من الفلفل. خلاص الصلصه كده جاهزه معانا، مش هسبك ولا حاجه. هنزل بالبطاطس على طول، وبعد كده هدي على النار. ومجرد ما اللحمه تستوي عفوا، مجرد ما اللحمه تستوي هنقل اللحمه كده في البطاطس وهدخل البطاطس الفرن. خلاص كده جهزنا البطاطس وجهزنا اللحمه. بعد كده معايا كده هنا ميه بتغلي، حطيت فيها شويه من الملح، وهنزل بيها كده بورق العنب. هنسلق ورق العنب طبعا كويس، هسيبه كده يتسلق. وقطعت كده بصلتين، اخد عليهم بقى البهارات، فلفل اسمر وكمون وكزبره وبهارات محشي وبابريكا وملح. وبعد كده هدعك البصل كده كويس مع البهارات. لما بتدعكي البصل كده كويس بيدي معاكي طعم حلو قوي للمحشي. وبعد كده غسله الرز ومصفياه ونزلت بالرز زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هقلب بقى البصل مع البهارات مع الرز، وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي. خدت الاول هنا معلقتين من الصلصه، وخدت معلقتين من الصويا صوص، والصويا صوص هنا بتفرق في محشي ورق العنب، بتديله مزاز. ونزلت بصلصه طماطم. صلصه الطماطم ديت طماطم عاديه جدا، بس مسوياها كده منشفه الميه اللي فيها عشان تحطيها على الرز ما تميميش معاكي. وبعد كده نزلت بالخضار شبت وكزبره وبقدونس، وقلبت الخضار. وبعد كده هنزل بشويه من الزيت، وكده خلاص خلطه المحشي جاهزه معانا. وافضل خلطه تعمليها للمحشي ورق العنب بالذات هي الطريقه دي. انا طبعا حطيت شويه زيت، بس تقريبا الكاميرا كانت فصلت، ما الزيت ما ظهرش كده وانا بحطه، مش عارفه ليه. وبعد كده بقى هبدا احشي ورق العنب. بتحشي الورق طبعا على الجهه، في عندك جهه ناعمه في ورق العنب وجهه خشنه، بتحشي على الجهه الخشنه هي اللي بتكون جوه. بقفله كده كويس من الجنبين، وبقوم برمى المحشي كده كويس، لازم تلفيه كويس عشان ما يخرجش الرز بتاعه وهو بيستوي. خلاص كده تمام. طبعا هلف بقيه المحشي كله، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس عملت معاكم كده شويه، وهكمل الباقي بقى مع نفسي كده. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده البطاطس كانت خدت غلوتين كده، واللحمه هنا استوت. شلت اللحمه من الشوربه وحطيتها على البطاطس، وازودها كده شويه من الشوربه. وطبعا البطاطس فيها الملح بتاعها، وهدخلها الفرن بقى تاخد غلوتين في الفرن كده وتتشمع. ويبقى كده صينيه البطاطس بتاعتنا جهزت. خلاص المحشي طبعا انا خلصته زي ما انتم شايفين. معايا اللحمه بقى اللي هنحطها في المحشي، حطيت عليها شويه من السبع بهارات او بهارات لحمه وفلفل اسمر وملح، وهقلبها كده في البهارات والفلفل الاسمر. واديلها صدمه في طاسه كده على البوتاجاز، ما تحطهاش نيه، الافضل انك تحطي شويه كده من الزيت وتنزلي باللحمه تديلها صدمه على الجهتين. خلاص كده بعد ما اللحمه خدت صدمه بقى هشيلها من الزيت، وبعد كده هرصها في الحله وهرص فوقها المحشي. حطيت بس بصلايه، وبعد كده فرشت ورق من ورق العنب على وش البصل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده هحط اللحمه وهنبدا بقى نرص المحشي. طبعا لازم تكوني مقفله المحشي بتاعك كويس عشان ما يطلعش الرز بتاعه.
خلاص كده انا رصيت زي ما انتوا شايفين. خدت هنا معلقتين من دبس الرمان، وزي ما قلت لكم دبس الرمان بيدي مزازه حلوه قوي المحشي ورق العنب. وهنا الشوربه بتاعتي كانت سخنه، زودت بقى الشوربه. الشوربه حطيها كده لحد ما تغطي وش المحشي، ما تكتريش الميه بتاعتك، او الشوربه اللي انت بتحطيها او المرقه او اي حاجه عندك بقى. وبعد كده حطيت غطا وغطيت الحله، وهسيبها كده لحد ما تتشرب الميه بتاعتها كويس، وهدي النار عليها. هنا برضو كان باقي معايا شويه من ورق العنب، هحطهم في طاجن. حطيت بصلايه وحطيت شويه من ورق العنب وحطيت المحشي، وحطيت شويه المحشي الباقيين زي ما انتم شايفين عشوائي كده، يعني ما رصيتش كويس. وهحط له الشوربه وهدخل الطاجن الفرن. خدت الاول كده شويه من دبس الرمان، وبعد كده نزلت بالشوربه، وهغطيها بقى بورقه فويل او بغطا او باي حاجه، وادخلها الفرن. هنا المحشي كمان كان بدأ ينشف، والبطاطس كمان استوت واتشمعت وخرجت من الفرن. هنا بقى هعمل رز بشعريه. جبت شويه كده من الشعريه، وحطيت شويه من الزيت، وعليهم معلقه من السمنه البلدي، وحطيت عود من القرفه. عود القرفه ده بيفرق معاكي في طعم الرز بالشعريه، بيدي لها ريحه وطعم حلو قوي. خلاص الشعريه خدت لون، هنزل بالرز. وبعد كده هنزل بالملح، وازود الرز الميه بتاعته، واسيبه بقى يتشرب الميه بتاعته ويستوي كويس. وهنا بقى كان محشي ورق العنب بيستوى، والطاجن كمان في الفرن. وكده خلاص الوصفات بتاعتنا جهزت. زي ما قلت لك مفيش اي افتكاسه خالص في الاكل، اكله طبيعي جدا وفي نفس الوقت طعمه حلو. هنا بقى كنت بشوح الديك، ده ديك بلدي كده، حطيت له برده معلقه من السمنه البلدي، وحطيت له فصين من الحبهان، فصين من المستكه، وهشوحه كده اديله تشويحه حلوه. وبعد كده نزلت بطماطمايه وبصلايه وورق لورا، وهحط له ملح والميه بتاعته. خدت كده شويه من الفلفل الاسمر مش كتير، حطيتهم برده شوحت فيهم الديك. هنا بقى المحشي كان بدأ خلاص ينشف، هديت عليه النار زي ما انتم شايفين. والبطاطس بتاعتنا خلاص خلصت، والرز كمان خلص. وقلبت كده المحشي. طبعا الطاجن لسه في الفرن ما خرجتوش، هنشوفه دلوقتي بعد ما يخرج من الفرن. شايفين ما شاء الله المحشي كان مستوي جدا وكان طعمه جميل. جربوا خلطة المحشي بالشكل ده كده. عفوا. والمحشي كمان اللحمة كمان كانت مستوية، بس كانت سخنة جدا. والبطاطس كمان مستوية، والرز استوى. ودي كانت وصفات النهاردة، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين ما شاء الله اللحمة مستوية جدا. شايفين مجرد ما ضغطت المعلقة عليها. خلاص كده الاكل بتاعنا خلص زي ما انتم شايفين. جربي بس خلطة المحشي بالطريقة ديت، بتفرق طبعا معاكي في ورق العنب. وده كمان الديك كمان استوى. ده كان طبعا ديك بلدي حجمه صغير عشان بلدي. وده الطاجن بعد ما خرج من الفرن قلبته زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بس طبعا انا كنت جهزت المحشي وبقية الاكل، وكان ده لسه في الفرن. شايفين اللحمة بتاعته مستوية. دي كانت وصفة